السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناة ابداعات فرح. النهارده حبايبي ان شاء الله هنعمل طريقة حلوة جدا جدا للكبدة. انا معايا كده في حدود كيلو كبدة مقطعاه شرايح حلوة كده، ومعايا بصلتين كبار مقطعاهم بالشكل ده، وحاطه لهم الملح والفلفل وهرستهم كده بايدي. واخيرا معايا فلفل بارد وفلفل حراق، وده طبعا حسب اللي تحبيه. لو ما تحبيش الحاجه الحراق طبعا نتغاضى عنها. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. حبايبي الماده الدهنيه كده معايا حاططها في الطاسه، وهنزل يدوب حبه كده تقريبا البصل، مش هحمره بس هخليه كده ايه، يدوب كده تشويحه في الماده الدهنيه السخنه بتاعته. حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده البصله معايا يدوب بدات ايه تدبل، ما تحمرش، يدوب تدبل. هضيف عليها على طول الكبده اللي انا مقطعاها. حبايبي الكبده انا ما بغسلهاش، بس بعصر عليها الليمون. الليمون ده بقى بيطهرها وبتبقى جميله، وكمان بيديها طعم وريحه حلوه جدا جدا. هبدا اشوح في الكبده بتاعتي كده حبه حلوين، تبدا كده تخش معايا في السوا. حبايبي وكده زي ما حضراتكم شايفين الكبده غيرت لونها واتشربت كده واتحمرت ما شاء الله. حطينا كده ايه فصين بس من الثوم. عايزه التومه كده ايه تطلع ريحتها مش اكتر من كده. نص معلقه الكمون دي بتودي الكبده في حته تاني خالص. هي كده بدات ريحه الثوم بقى تطلع. اخر حاجه حبايبي هنحط لها الفلفل. قلنا الفلفل انا حطيت خليط من الفلفل البارد والفلفل الحار، وهديلها تشويحتين كده وخلاص. الكبده بتاعتي كده خلصت، هديلها يا دوب تشويحتين وانزلها. وده طريقه بقى احلى طبق كبده تقدري تقدميه لاولادك وبالف هنا. اسيبكم في حفظ الله.